وهذه كانت أول مرة نهضر معاه. وصاحبتي أميرة هبطت راسها، قلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت له خالتي راهي هنا؟ قال لي ايه راهي هنا الأخت. دقيقة نعيط لها، ما حبش يدخلنا هو. بعد رجع داخل، قلت لصاحبتي أميرة أونفا سمعت صوته أبر الأذان والقرآن والخطبة وتحمست بزاف. قلت لها هيا كان كلامه موجه ليا شديني حنطير. قالت لي مانيش حابه نحطمك بصح قال لك الاخت ولا تضحك عليا. قلت لها يا خوي عظامو. من بعد اميره قرصتني في يدي وقالت لي راهي جات يماه. قالت لنا مرحبا يا بناتي، تفضلوا تفضلوا دخلوا. سلمنا عليها وقعدتنا في الصالون. من بعد قالت لنا زارتنا البركه خير ان شاء الله. قلت لها احنا اللي جينا عند البركه. خالتي ولات تضحك، قالت لي غير لسانك اللي ما يتبدلش. اميره قالت لها عندك شك خالتي؟ المهم قالت لنا ايه كيفاه احوالكم؟ لها اميره والله جينا قاصدينك خالتي. قالت لها خير يا بناتي. قالت لها اميره الحق رحاب حابه دير الحجاب وراهي متردده. قلت لها ما تقنعك وتريحك غير خالتي نعيمه. قالت لي يا بنتي حلي ودنك واسمعيني مليح، الحجاب قبل ما يكون عن قناعة هو فرض على كل مسلمة، وكي ديري الحجاب ديريه لطاعة ربي. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا بنتي الحجاب يحميك من الوقوع في الفواحش ومن الوقوع الضرر على الرجل والمرأة، ويطهر القلب من وسواس الشيطان وأفكاره، ويحفظ النفس. وكي تفوتي بزاف رجال يخلطوا فيك، اما كي ديري الحجاب حتى هما يحشموا يهضروا معاك. والحجاب سترة يا بنتي، وشحال من وحده حباتو ولا فامي تاعها ماشي قابلين. الستر روحك يا بنتي مادامك في الحياة قبل ما يسترك كفنك في الممات. في زوج ولينا ندمعو سختو انا حسيت شعوري بالذنب وما زال ما تبتش. بعدها هدتنا خالتي، ومن بعد انا قررت نروحو باسكو كان فات الحال وكانت الستة على العشية والوقت هذا حومة معمرة بالرجال. من بعد خالتي قالت لنا دقيقة، عيطت لمحمد قالها انعم يما. قلتلو ينعم الله عليك يا وليدي، اروح تروح معانا نروحو نوصلوهم. من بعد قلت لها لا خالتي نروحو وحدنا، اصلا ما نشقوكش معانا لانه هي كبيرة في العمر. قالت لي لا لازم محمد يديكم ما تروحوش وحدكم. قالها صح يما انا نديهم وانتي ارتاحي. من بعد رحنا هو يمشي قبلنا وحنا موراه، وانا نقص في اميره وهي تنقص فيا بصح ما طحتش نغميت. وصلنا اميره خاطر دارهم اقرب وكملنا طريق ساكتين. كي وصلني قلت له صحة ودخلت نجري، قلبي حسيته يخبط راح يخرج من بلاصتو. اول مرة نكون بقربو لهاد الدرجة. بعدها 15 يوم كامل ما خرجت من الدار حتى النهار اللي جات ليا اميرة خرجتني بالسيف باش نقضو لانه رمضان قرب. اميرة قالت لي وش بك يا البهلولة ما حبيتيش تخرجي بالسيف لا خرجتك؟ قالت لي بصح بيني وبينك جاك الحجاب الله يبارك وزاد فيك النص. قلت لها زعما صح؟ قالت لي خسارة عليك والله جاك يهبل. كملنا طريق واللي تشوفني تقول لي بالبركة عليك جاك يهبل، والحق زدني الحجاب سر على سر ونور على نور. قالت لي أميرة ياك تروحي للتراويح هذا العام؟ قلت لها وفي ميزك؟ قالت لي ما عنديش شك محمد في اللعبة. قلت لها أنا ناك التراويح من الصغر نروح لهم مع ماما وخاوتي. ولات تضحك وقالت لي أمنتك. قلت لها رنكي مع رفت راسيه نشوفه خارج من الجامعة مع يماه. تلفت لي واش ندير، كان على بالي تحبسني خالتي نعيمة وهداك هو توقعي. حبستني
قالت لي تبارك الله، ما شاء الله بالبركة يا بنتي، والله زاد فيك النص. نطقت أميرة قالت لها شفتي خالتي من مقبل وانا نقول لها ما أمنتنيش، خدودي حبوا يترتقوا من الحشمة.